مباراة كانت صعبة جدا، انتهت بالتعادل الايجابي في مباراة ديربي كبير بين البرنس وحمدي شلبي. حمدي شلبي قدر يتفوق، قدر ينجح بضربات الترجيح، قدر يرجع للجيم مرة ثانية. السيد العجمي صاحب عران فريق حمدي شلبي. بارك لاصحاب اللقب واصحاب المنافسة الكبيرة جدا، يعني شايفين عاملين شغل هايل جدا فريق حمدي شلبي. في البداية نرحب بيكم ونقول لك كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة، اهلا وسهلا بيك. مشوار صعب جدا، مشوار هو حامل اللقب وحامل البطولة من منافس صعب. اعتقد شايف المهمة ازاي؟ اولا انا بحب اشكر الاستاذ طلعت عبد الهادي او النائب طلعت عبد الهادي رئيس النادي وكل الاعضاء والناس المشرفين على البطولة. بصراحة بطولة جميلة جدا وشيقة، وكانت فوز صعب بصراحة. شايف المباراة كانت صعبة جدا، التعادل اعتقد دخلكم في الجيم، كنت ممكن بعد الكرة اللي كان فيها شك اعتقد خليت المباراة لها شكل تاني خالص. هو الحمد لله الحكم قدر يرجع للفار وشاف الكرة من اكتر من زاوية وابعادها كويس جدا، وده ادانا حقنا ان احنا الهدف يتلغي، ورجعنا مسكنا زمام المباراه مره ثانيه. وده نتفوق طبعا بنلعب فرقه كبيره جدا، فرقه البرنس. اولا انا بقول هارد لك لاخويا وحبيبي هاني مسعد وفرقته الجميله. عملوا ماتش كبير جدا واحنا عملنا ماتش كبير وقدرنا نتفوق بفضل ربنا. المباراه كانت سجال وراحه جايه طول المباراه، بس اعتقد ان ضربات الترجيح حسمت الموقف يعني. شايف ايه الامور؟ اول لقب ان شاء الله بتستعدوا الالقاب بعد كده، وشايفين المنافسه تكون اقوى من كده؟ احنا بنعد ان احنا بقالنا فريق كبير دايما باسم حمدي شلبي موجود في كل البطولات وكل الدورات اللي في المنصوره، وان احنا ان شاء الله نسعى الالقاب اكتر ويبقى لنا دور فعال ودور اكبر في الرياضه في مدينه المنصوره. شكرا ليك. شكرا.